فهي المشكله كده، انا بتعامل مع واحد كبير صوته خشن مع بنت كبيره اطول مني واعرض مني على ان هي كبيره وبتفهم والمفروض تتصرف زي ما انا بتصرف. امم. لا، انا المفروض انزل انا لمستواها. ماليش تمام. دعوه امم. بالشكل، ماليش دعوه، لان ليا انا بالمدارك. انا ليا دعوه بالنضج العقلي امم. والنضج المعرفي والنضج الانفعالي. النقطه الثانيه ان انا لما بنزل لمستوى اولادي في المرحله دي بنزل لمستوى جميل جدا اسمه التعاطف. بدل ما امم. انا ابقى اتهمهم او اتشنج او اخد منهم موقف، لا انا متعاطفه معاكم. انا على فكره لما كنت قدكم كنت بعمل اكتر من كده، وكنت بعمل حاجات مش مظبوطه، لا ما كانش ازاي؟ عندي ده النضج معظم الكافي. الاباء والامهات بيقول ده انا لما كنت قدك ما كنتش بستحمل على ابويا كلمه، انا لما كنت قدك كنت يعني ما هي طلع عشان نفسه كده ملاك. لا، وننسى، احنا على فكره بننسى. احنا ممكن نقول احنا كنا بنعمل، بس بنفتكر يعني مثلا مرحله وانا عندي مثلا 30 سنه انسى تماما ان انا عديت على المرحله دي، وممكن اكون كنت سيئه او بمعنى ادق مش متوافقه. فهي الفكره ان لازم اتعاطف مع الاولاد في تفكيرهم وفي انفعالاتهم في امم. مستوى مداركهم الى حد كبير، مش دايما، الى حد كبير، امم. بحيث احنا نقدر. التعاطف ده مش معناه ان انا همشي له الغلط. التعاطف معناه احنا هنصاحب بعض، بس مش هينفع كده. لا لا لا، ده تقوم تتوضى دلوقتي ونبدا ندخل في موضوع المرونه في التعامل، بحيث ان هو يحس ان امم. انت قريبه منه، صديقه